السلام عليكم. في البداية أهلا بكم في قناة تحليلاتكم. بصوا يا جماعة، من غير ما تزعلوا كده سواء أهلاوية، أنا عارف إن الكلام ده ممكن يزعل بعض الأهلاوية، ولكن خدوها أجري على الله يعني، واللي يزعل يزعل من غير مجاملة. الزمالك النهاردة عمل أداء عالمي، أداء تحفة. مباراة الزمالك مع نادي زد، الزمالك فكرنا بأيام الزمالك زمان، أيام مستويات الزمالك وقمة الزمالك والأهلي وما تعرفش مين يفوز. ده الزمالك الحقيقي، نسخة الزمالك الفارس الأبيض. يعني معتمد جمال مدرب نادي الزمالك ما شاء الله، لو استمر في الزمالك خدوها مني كلمة، الزمالك هياخد الدوري السنة دي. ولو النادي الأهلي خد الدوري السنة دي هتبقى ضربة حظ، لكن بالأداء ده وبالروح دي نادي الزمالك يستحق عن جدارة لقب الدوري، مع ان احنا لسه في الجولة 18، ولكن كأداء وكنتيجة يعني بص مثال يعني واضح. بص على مباراة الزمالك النهارده ونادي زد، يعني هدفين مقابل هدف وحيد، روح عالية. التسديدات لو بصيت على التسديدات 18 تسديدة لنادي الزمالك مقابل 14 تسديدة. شوف كم محاولة، 18 تسديدة. مستوى الركنيات 6 ركنيات تقريبا للزمالك و7 لنادي زد، يعني أداء عالمي حسسنا بالزمالك ايام طبعا زي ما احنا قلنا قبل ظهور انديه الشركات، قبل ظهور زد او سيراميكا او بيراميدز او مش عارف نادي ايه، المهم قبل ظهور الانديه بتاعه الشركات دي. نادي الزمالك النهارده عامل اداء، انا كاهلاوي اقتنعت جدا ان النادي ده هينافس على لقب الدوري، ممكن ياخده. هو دلوقتي في الصداره عنده 37، يستحقها بجدارة، واللي يزعل يزعل وأجري على الله زي ما بيقولوا كده. ولكن أنا بصراحة اقتنعت جدا، ونادي الزمالك النهاردة بصراحة كيفني بلغة كرة القدم في المباراة دي. يعني حسيت إن أنا بتفرج على المباراة مش في الدوري المصري بصراحة، مع احترامي للدوري المصري مش بنقلل منه، ولكن مباراة تحسها أوروبية. على ذكر دوري الأبطال طبعا النهارده كانت في بعض المباريات، انتر ميلان ومش عارف مين وباير ليفركوزن، ما علينا، فتحسها إن مباراة أوروبية، يعني دي هربة من مباريات كرة القدم الأوروبية أو حتى الدوري الإنجليزي. فبجد معتمد جمال شابوه ليك إنك أنت ماسك نادي الزمالك، وإحنا نتمنى عودة طبعا مدير فني وطني للنادي الأهلي. وخلينا أقول لكم وطني يعني إيه، يعني عماد النحاس نتمنى إن هو يرجع للنادي الأهلي. عماد النحاس لو رجع للنادي الأهلي هيعمل أداء عالي جدا جدا زي ما عامل معتمد جمال. شفت محمد شوقي مع نادي زد برضه كان عامل أداء جميل جدا جدا جدا. فطالما عندنا كوادر يا جماعة مصرية ليه ما نستعنش بيهم؟ يعني لازم على عقدة الخواجة زي ما بيقول مدحت شلبي. فالمهم ألف مبروك لنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك، يعني يحق لهم إن هم يفتخروا بناديهم في الوقت الحالي بأدائه العالي والروح المعنوية العالية. والمهدي سليمان ده يا جماعة حارس، يعني أنا كأهلاوي زمان كنت أتمنى إن هو المهدي سليمان والهادي سليمان، عز ما كانوا في شباب في مستواه العالي الهاني سليمان، كنت أتمنى واحد منهم ينضم للنادي الأهلي. فصفقة برضه رابحة لنادي الزمالك، كسب حارس مرمى كبير المهدي سليمان. في النهاية ما تنسوش يا جماعة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد يعني، ودعموا الفيديو بلايك. اللايك يا جماعة مش بيفيدنا على المستوى الشخصي غير ان هو ينشر الفيديو لأكتر من مكان ويقترح في أكتر من مكان، يخلي يعني ظهوره معدل ظهوره الناس تشوفه أكتر. فاشتركوا واعملوا لايك للفيديو. دمتم في حفظ الله، السلام عليكم.